السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عيسى. النهاردة هنتكلم على واحدة من أهم الحلقات اللي ممكن تنقذ حياة أي راجل فوق سن ال40. أنا الحلقة دي للرجالة فقط. موضوع النهاردة هو موضوع البروستاتا، الأعراض اللي الناس كتير بتجهلها، ونعرف إمتى لازم نقلق، وإيه أفضل الأعشاب المثبتة علميا اللي بتساعد في العلاج الاكتئاب، وإيه الأدوية كمان اللي ممكن نستخدمها في حالة زي كده. حاجات كلها آمنة طبعا، كلها طبيعية، مثبتة علميا إن هي نتيجتها كويسة جدا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يبعد عنكم أي شغل. ركز معايا للآخر، هتسمع معلومات مش هتلاقيها في أي مكان تاني. معلومات النهارده اللي هنتكلم عليها مهمة جدا. أول حاجة هنقول إيه هي البروستاتا. البروستاتا دي غدة صغيرة موجودة تحت المثانة، لكن تأثيرها بيبقى كبير، وصفتها إنها بتنتج جزء من سائل المنوي. المشكلة إنها مع تقدم العمر تبدأ حجمها يكبر، وده بيضغط على النظر، تبدأ المشاكل. مشاكل اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي أعراضها إيه؟ إيه الأعراض؟ أو إيه أكتر 7 أعراض ممكن تحس بيهم بسبب مشاكل البساطة ولازم تتحرك فورا. خليك معايا وركز في ال7 نقط اللي احنا بنتكلم عليهم. أول نقطة هي صعوبة بداية التبول، يعني بداية إن أنا يبقى فيه تبول، يبقى فيه صعوبة. آه، ضغط اندفاع البول يبقى ضعيف. تقطير بعد التبول، يعني بعد نهاية التبول تلاقي لسه في نقط لسه مكملة. زيادة مرات دخول الحمام وخصوصا بالليل. ممكن يبقى فيه حرقان أو وجع أثناء التبول. بيبقى فيه ألم أسفل البطن والخصيتين. آه، ممكن يبقى في ضعف انتصاب أو سرعة قصف، ده نتيجة الضغط على الأعضاء، الأعصاب الدموية اللي موجودة في المنطقة دي. قول لي في التعليقات إيه الأعراض دي موجودة عندك، ونتناقش مع بعض عشان نوصل لحل ونشوف النتيجة كويسة، ونوصل لنتيجة كويسة كمان إن شاء الله مع بعض. الفرق في ناس بتخلط ما بين التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا. التهاب البروستاتا ده بيجي غالبا بسبب بكتيريا، احتقان. الأعراض بتاعته بتبقى ألم، في حرارة، في حرقان، ألم في آخر الظهر، أسفل الظهر من تحت، حرقان في الجنوب. العلاج سريع لو اتلحق بدري، يعني النتيجة بتبقى سريعة. لكن تضخم البروستاتا ده مرتبط بتقدم السن، يعني السن كل ما بيكبر حجم البروستاتا بيكبر وبيحصل له تضخم. مش لطيف في البداية، لكن بيأثر على النوم. لو اتساب ممكن يعمل احتباس للبول، ولا قدر الله ممكن يعمل أخطار كتيرة جدا على الكلى. طيب الأخطاء بقى اللي إحنا بنعملها وبتساوي مشاكل البروستاتا دي حاجات كتيرة. ركز معايا في نقطة منها. شرب الشاي، القهوة الكتير، كميات كبيرة قوي، بيأثر. إن إحنا نقعد لفترات طويلة بيأثر. إن إحنا ما نشربش كمية مية بيأثر. إن أنا أحبس البول وأجل إن أنا أخش بالتبول بيأثر. الأكل الحار، الأكل الحامي، الحاجات دي بتأثر. مع ممارسة الرياضة، عدم ممارسة الرياضة بتأثر طبعا. الاعتماد على الأعشاب بس بدون تشخيص صح ده غلط. أنا بقول لك إحنا عايزين نرجع للطبيعة، بس إن أنت تعتمد على تشخيص خطأ أمشي عليه على الأعشاب ده غلط. لازم أشخص الأول عشان أعرف هاخد. برضه قول لي في التعليقات أنت بتغلط في إيه؟ أنت بتغلط إيه وبتعمل إيه حاجات غلط بحيث إن هي بتأثر معاك على البروستاتا. ونكمل برضو معانا ايه اقوى 7 اعشاب لعلاج البروستاتا. اول حاجه واحده اسمها سوريا فاميليا، او احنا بنقول عليه البرليط الشاي. ده من اشهر النباتات في العالم، ومعظم الشركات الادويه كمان بتتم بتدخل معاها في الادويه بتاعتها
عشان بيقلل هرمون حاجه اسمه هرمون اسمه تي اتش تي، ده المسؤول عن تضخم البروستاتا. العضو التاني حاجه اسمها لحاء البرقوق الافريقي. تمام. ده بيقلل الالتهاب وبيحسن من تدفق البول الكلوي، فما يعملش حته احتباس البول مش هتبقى موجود. تالت نوع بذور اليقطين، ده مصدر ممتاز للزنك. وعموما الزنك ضروري جدا لصحه البروستاتا، من اهم العناصر لصحه البروستاتا. الرابع معانا اسمه نبات الفوريس او فريس. تمام. ده ممتاز جدا لاحتقان وتحسن اعراض البول، اللي هو الاحتباس البولي اللي موجود ده بيقلل الاحتقان اللي موجود، وبيقلل كمان الاحتباس البولي بعد. واخر خمسه حاجه اسمها كريسيتين. كريسيتين ده مضاد التهاب قوي جدا، وبيقلل الام الحوض والتهاب البروستاتا المزمن كمان، مش الحاد، لا ده المزمن كمان بيقلل. الشاي الاخضر غني جدا بمضادات الاكسده، وبيقلل الالتهاب وبيحسن صحه الغده. لو قلنا البروستاتا اللي عباره عن غده فبيحسن صحتها بشكل جميل جدا. الكركم مضاد التهاب طبيعي عظيم، فعال جدا في تهدئه الام البروستاتا. بس زي ما قلنا كل مره نستخدمه راح نستخدمه على لبن، لازم نحط عليه رشه فلفل اسود عشان نستخدم البروتين اللي موجود فيه، نستخدمه امتصاصه يبقى افضل كده. العلاج الدوائي بقى اللي احنا بنتكلم عنه، العلاج الدوائي اللي معظم لو انت رحت لاي طبيب شخص الحاله انها تضخم، غالبا هيوصف لك حاجه اسمها تامسولين لتحسين تضخم الدم، او الفيناسترايد، وده لتقليل حجم الغده لو الغده بتضخمها قوي. تمام. بيقللها. الالتهاب بقى اللي احنا بنتكلم عليه ده حاجات اكيد مضاد حيوي مسكن، نشرب ميه كتير، نقلل فترات الجلوس، الفترات اللي احنا بنقعد فيها، نمارس رياضه، ده طبعا مهم جدا. ده بالنسبه للالتهاب مش التضخم. النصايح اللي انا اعملها بقى عشان تحمي البروستاتا وما يبقاش فيها اي مشكله معايا باذن الله حتى لو اتفضلت في السن. اول حاجه اشرب على الاقل 2 لتر ميه في اليوم. تمام. نسبه الكافيين اللي انا باخدها في الشاي القهوه اقل منها. ممارسه الرياضه حتى لو المشي نص ساعه في اليوم كفيله جدا للتاني. اكلنا يبقى صحي، نبعد تماما عن الفاست فود، خلينا في الاكل الصحي، ويا ريت يبقى عشان كده طبيعي. الاعراض اللي هتظهر لك ما تتجاهلش اي عرض يظهر لك فجاه، لازم نخلي بالنا من جسمنا. بيشتكي من ايه؟ اجري عليه. بيشتكي من ايه؟ اجري على المشكله ممكن يكون سببها ايه. لو عايز تعمل تحاليل ممكن تعمل تحليل حاجه اسمها PSA، ده بعد سن ال 45 سنه المفروض انت تعمله كل سنه نعمله مره عشان نطمن على صحه البروستاتا. لو الحاله دي فادتك وصل لك حاجه عشان توصل للبيت وتبني تحت، تحب الحلقه دي نكون بنتكلم على ايه؟ اذا كان عضو، اذا كان مرض معين، اذا كان عضو في الجسم عايزين نحافظ عليه. وما ننساش نعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. ويا ريت نعمل شير للحلقه دي عشان المعلومه توصل لكل الناس باذن الله. ربنا يحفظكم جميعا. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. سلام عليكم.